المهم هاد البنت زين قالت لي اختي عافاك المصران قتلني، عندي القولون العصبي كيكون فيا السخفه واللي كليتها كضرني. اصلا القولون العصبي غادي اي حاجه كليتيها غضرك وكتحسي بانتفاخ في البطن، مره كيجيك من الامساك، مره كيجيك اسهال، كيجيوك نوبات الهلع، كيجيك خفقان في قلبك كيضرب بالجهد، خوف، كيجيك وسواس، بزاف ديال الاعراض كيديرهم القولون العصبي. المهم اختي اول حاجه غنعطيك الحل راه ساهل والدواء بسيط. اول حاجه حركه الاكسبلور، وهذا الفيديو ديري ليه اونغوجيستري، اي واحد شاف دري ولا بنت ديروا اونغوجيستري لهذا الفيديو اكسبلور باش تفيدوا الناس الاخرين. هذا اختي عرفتي شنو هو هذا الصمغ العربي، ها هو راه استعملت منه النص، هو هذا غني 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 بالبروبيوتيك، بالبكتيريا النافعه. هذا هو دواء القولون العصبي. دخلي ديري الصمغ العربي في اليوتيوب وشوفي شحال من طبيب داوي على هذا البروبيوتيك، هذا الصبغ العربي اللي فيه مع شحال من سميتو من منافع فيه في هذا الصبغ العربي، راه لا تحصى. هذا غنقول لك الطريقه اختي. هو هذا الصبغ العربي اللي غتاخذوه كيفاش ديري ليه؟ غادي تطحنيه في هذاك اللي فاش كيطحنوا العطريه، تاخدي منه معلقه ديريها في المدافي في الصباح، تشربيها على الريق، وغادي تكرري العمليه لمده اسبوعين. وديك الساعتين جي ردي عليا قولي لي شنو باش كتحسي وشوفي الفرق باش كتحسي. هذا هو الصمغ العربي. انا غادي نقلب ليك وغادي تشوفي الصمغ العربي، ولا ما تيقتينيش انا اللي درتو ليا راسي، دخلي يا اختي شوفي في اليوتيوب شحال من طبيب داوي على هذا الصمغ العربي. هذا راه قلت لك راه ما غيبقاش فيك القولون العصبي. ديريها وجربي وردي عليا. المهم بلا ما نبقى نكثر عليكم في الهضره، غير هذا الفيديو بارطاجيو وديروا حركه الاكسبلور باش تبلبل هذا الفيديو. ها هو سكريني غتلقيه، انا خديته من هنا من فرنسا، غتلقيه فين ما مشيتي كيتباع. ها هو ماروك، شتي خديته من هنا من فرنسا ومكتوبه فيه هانت راه كاين موجود. هذا الشكل ديالو كي داير هو هذا، فوالا.